السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن لعبة تشارلي، اللعبة اللي مشهورة أول اليومين دول. يعني هي مش من اليومين دول، هي من 2008 وبعدين بدأت تظهر أول 2015 وبعدين ظهرت أول يومين دول بالذات في الحادثة اللي حصلت امبارح. يعني عن الطريقة، يعني مش عارف، في حاجات كده كل مدى تطلع عن النت والتواصل الاجتماعي. شارلي لعبة الحوت، مش عارف. المهم يعني بيقولك اللعبة دي أصلا كان أسباني، وفي كلام بيقولك إن اللعبة دي مكسيكي. طبعا بعد حادث الطالبة اللي قطعت شرايين إيديها اللي كانت في إمبابة وجات لها تشنج من اللعبة، وبدأ وزارة التربية والتعليم تطلع ببيان والحكومة تقول بيان ووسائل الإعلام تقول، وهكذا وهكذا. طيب اللعبة دي أساسها، اللعبة دي بتبقى عاملة قريبة كده من السيجا تقريبا، يعني بتاخد لها زي ما انتم شايفين كده مربع، على شكل مربع، 2 يس و2 نو، قلمين فوق بعض رصاص، وتلف القلم كده لغاية أما يجي عندها ويعمل تسأل سؤال وتجاوبها كانت يس أو نو. بيقولك مش عارف لو جت يس إيه تشارلي هتطلع. طب مين تشارلي دي؟ بيقولك يعني أساسها، يعني بيقولك شارلي دي شخصية أسطورية أصلا، وروح بتيجي كده تظهر. طبعا كله كلام فارغ، ويعني الشباب يعني مش لاقي أي حاجة فبيحدف نفسه في الموضوع دوت، زي الناس اللي كان في لعبة الحوت زمان، واللي كان من فترة كده من سنة تقريبا ومات فيها شباب كتير برضو. طب ازاي القلم بيتحرك؟ فبرضه الناس درست الموضوع ده وشافته برضه، قالت لك القلمين يتلف مع وضع الجاذبية ومع القلم يبدأ يتحرك. ما هو قلمين فوق بعض بالعقل كده هيقف، مش هيثبتوا. فيقول لك هي بتيجي كده تتحرك وتيجي عليها تقوم واقفة، تسألها سؤال، تبدأ الروح تيجي، تبدأ العيال تتشنج. طبعا مش هقول برضه واضح وما زلت عند الرأي ده كلام فارغ وكله أونطة، بس برضه خلي من الآباء، يعني نصيحة للآباء والأبناء اللي هم على قد ما يقدروا خلي بالهم من عيالهم من اللعب والحاجات الفارغة ديت. يعني لما طالبة يوصل بيها إنها تتشنج على أساس لعبة لا صحة لها وتقطع شرايين إيديها وهي متداولة ما بين ال الشباب دلوقتي، يبقى احنا داخلين على كارثة وتبقى زيها زي لعبة الحوت اللي كانت قبل كده وتوفى طلاب كتير من الثانوية العامة فيها. فيعني أرجو من الناس المسؤولة إنها تهتم بالموضوع دوت. يعني عايزين نحافظ على أولادنا برضو على قد ما نقدر. ده من رأيي، كل ده كلام فارغ، يعني ما اقدرش اقول حاجة فيه اكتر من كده. يعني وربنا يستر على الايام اللي جاية كده وما نشوفش طلاب تاني او حد تاني مصاب بسبب اللعبة ديت، وربنا يكفينا شر تشارلي زي ما بيقولوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.